مرحبا من جديد في الكابوتشينو، ومازلنا متواصلين معكم، مازلنا متواصلين في استقبال ضيوفنا عبر الهاتف. باش نحكيو على وضعيه اخرى. كنا حكينا على الاساتذه النواب، كنا حكينا على المعلمين النواب، كنا حكينا على ايضا الاسبوع اللي فات على عمال الحظائر. اليوم نحكيو على ناس ما يتحكيش عليهم برشا، ما داروش برشا في الميديا، ما يتحكيش عليهم في الاعلام. وضعيه الحقيقه تقريبا عندها 10 سنين، ما زالت ما تمش التسويه نتاعهم. عقود هشه، مستحقات ماليه في حالات غير مسددة، وفي وضعيات أخرى عقود هشة ودون حتى سميك. نحكيو لهنا في ناس تاخذ في أقل من سميك. باش نحكيو على تعليم الكبار. ساعة قبل ما نحكيو على المشاكل المالية باش نحكيو على مفهومنا لتعليم الكبار، واليوم في مرحلة من تعليم الكبار ومش نمشيو للمرحلة اللي بعدها. قبل هذا كل نستقبلوا ضيفتنا الأستاذة سناء الشابي، أستاذة تعليم الكبار. صباح النور مدام. صباح الخير عسلامة. اهلا وسهلا بك، تحيه ليك، شكرا على قبول الدعوه. قبل ما نمشيو للاشكاليات ولتسويه الوضعيه، نحكيو شويه على تعليم الكبار في تونس. تونس تعتبر دوله رائده من اولى الدول العربيه والافريقيه اللي امنت بتعليم الكبار والقطع مع او محو الاميه. كنا في فتره كانت اسمها دروس محو اميه، اليوم مشينا لدروس تعليم الكبار، ويبدو انه في مرحله قادمه الدولة التونسية تخطط للتعليم مدى الحياة ولرقمنة أيضا الأمية ومفهوم الأمية في تونس. شكرا على هذه المصافحة الصباحية. تعليم الكبار هو برنامج كما قلنا يستهدف كل الفئات، خاصة الفئات الشابة. تو نشوفوا نسبة التسرب والانقطاع المدرسي المبكر واللي ظاهرة اجتماعية، وهالشباب هذه يقع استقطابه في مراكز العمل لأساتذة التعليم الكبار لتحسين مؤهلاتهم في القراءة والكتابة اللي هي تسمى الأرشدة، تعلم المهارات. هذا نحاولوا باش ندمجوهم في الحياة الاجتماعية. هو برنامج حقيقة وللأمانة راهو يحظى بتدخل الدولة الإيجابي من خلال تطوير البرامج، خاصة في الآونة الأخيرة وقع تطوير البرامج بما يستجيب لمتطلبات الإنسان معناتها اللي يعيش في المجتمع ويحاول يطور له ذهنيته معناتها باش يأهلوا انه يندمج بطريقه ايجابيه. نحن زيدا كاساتذه قاعدين نتلقاو دورات تكوينيه بما يسمى الاندراغوجيا، ماده الاندراغوجيا، وهي كيفيه تعليم الدارس الكبير. لهنا بربي، لهنا استاذه نتفاعل معاك. تقريبا اليوم التعامل مع فئات مختلفه صعيب الحقيقة، لأنه يعني كافة الشرائح العمرية. نعرف احنا المعلم عنده شريحة عمرية معينة، الأستاذ عنده مرحلة عمرية معينة من التلامذة اللي يقريهم، لكن لهنا التعامل خاص تقريبا مع جميع الفئات. اليوم يجيكم الصغير ويجيكم الرجل الكبير، المرأة الكبيرة. يعني احكي لي شوي على طريقة التعامل، لأنه التعامل فيها برشا معناتها محبة أولا. ثانيا احنا قاعدين ننميو في مهاراتنا باجتهاد خاص منا باش نجموا نستقطبوا هالدارس هذا ونستبقيوه، لأنه كما قلت أنت معناتها خصوصية هالدارس هذا انه دارس كبير انقطع عن الدراسة، معناتها هو في اطار معناتها انه يحب يخدم ويحب يدخل الفلوس في حياته، لكن احنا قاعدين ندمجوا فيه باش نبدلوا له ذهنيته ايجابيا، نخليوه معناتها يدخل في الدورة الاقتصادية. معناتها احنا قاعدين حتى نقوموا بدروس في التنمية البشرية للحفاظ على هالدارس هذا الكبير واستبقائه. لهنا بربي مدام سناء، خلينا كان نفتح معك قوس صغير. سامحني، قاعدين نقدموا في إحاطة نفسية واجتماعية معناتها بتفاصيل دقيقة. أكيد، هذاك علاش أنا حبيت نتفاعل معك لهنا. تقريبا البلاصة الوحيدة اللي يكون فيها التعليم متبادل. الناس هذوما احنا نعرفوا، خاصة نحب نحكي على شريحة عمرية معينة اللي نحبوهم برشا، اللي هما كبار السن. لهنا تقريبا المعلومة متبادلة والتعليم متبادل. انتم تعلموهم الأبجديات
ولا تعلموهم الحروف والحساب؟ اساس البرنامج هو تعليم الابجدة، الابجدة، ولا انتم تعلموهم القراءة والكتابة، ولكن هم في المقابل زاد يعلمونا، يظهر لي من خلال التجربة نتاعهم، التجربة نتاع الحياة، يعلمونا يعطيونا دروس في الحياة، دروس في حب العمل، دروس في التفاني في العمل، في الإصرار على المواصلة رغم الصعوبات اللي قاعدين نتعرضوا لها. احنا في علاقة تبادلية ما بين معناتها ما بيننا وما بين الدارسين نتاعنا. احنا لازمنا نقدموا حسن الإصغاء للدارس حفاظا على استبقائه، نقدموا له إحاطة نفسية واجتماعية. انت تصور انسان ساعات يجيك منهك ومثقل بمشاكل اجتماعية، مشاكل عائلية، انت ما يلزمكش تزيد عليه، بالعكس يلزمك توفر له إطار وتوفر له مجال يكون فيه مرتاح. معناتها احنا زاده قاعدين نقدموا في مجهود انساني ونقدموا في طاقات اكثر من ان نقدموا في عمل ميداني. رغم ان العمل الميداني راهو شاق بالنسبه لنا، احنا نتنقلوا للمراكز على حسابنا الخاص، نجم نكونوا نخدموا في معناتها مراكز بعيده على مناطق السكن نتاعنا، ورغم اللي ماناش قاعدين معناتها نتحصلوا على مستحقاتنا الماليه كيما الموظف العادي، لأننا ناخذ كان في منحة. ولكن رغم هذا احنا ديما مستبشرين بالدارس، ديما الضحكة مرسومة على محيانا، وديما نحاولوا ان نستبقيوه ونخليوه لانه هو اساس البرنامج. هو اساس البرنامج، ولكن زاد ثم اسس اخرى وثم مستحقات زاد هي اساس انه باش توفر انت ظروف لتطبيق البرنامج هذايا، كما نحكيو على الديبلاسمون، كما نحكيو على ظروف العمل والامكانيات الماليه. احنا فتحنا القوس نتاع المستحقات الماليه، لان فما وضعيات وفما ناس ماهيش خالصه معاكم في صحيح. احنا متعاقدين توا اكثر من 10 سنوات ناخذوا في منحه اقل من سنين. كان اصدار بلاغ حكومي في 1 سبتمبر 2023 يقضي بتسويه وضعيتنا المهنيه. هذا 2023؟ اي 1 سبتمبر 2023. حقيقه احنا استبشرنا خيرا بهذا البلاغ، ثم صار وانه امضينا عقد مناظر، يعني عقد انتداب في اكتوبر 2023 الماضي، اللي الان لم يقع معناتها صرف وتسجيل مستحقاتنا من اكتوبر الماضي. زاد وقع مجلس وزاري في 12 جويلية 2024 بلغنا انه وقع ترفيع في الاجر في اطار تسويه ماليه. بعد ما معناتها صححنا عقد مناظر وقع الغاء العقد هذا ورجعونا العقد قديم من 2018 اللي هو فيه منحه اقل حتى من سنين، تحت امل او الى حين صدور الامر معناتها المصادق عليه في 12 جويلية اللي حكيت لك عليه، اللي يضمن مستحقاتنا الماليه كاصحاب شهائد عليا. معناها لليوم ما تمش يعني الالتزام، الطرف الحكومي ما التزمش بالمرسوم الرئاسي اللي يقر بتسويه وضعيتكم وبقى يتعاملوا معاكم بوضعيه 2018. صحيح، احنا قاعدوا يتعاملوا معنا بوضعيه 2018 رغم اللي قمنا بعديد معناتها تحركات سلميه، قمنا ببعث مراسلات في الغرض للمركز الوطني لتعليم الكبار، معناتها عملنا عرائض لسيادة رئيس الجمهورية، ولحد الآن لم يقع معناتها ما عنديش حتى فكرة على وضعيتنا. لهنا حبيت نسأل بربي بدل سنة شكون يمثلكم اليوم أو ينوبكم في تحركاتكم في اجتماعاتكم في مطالبكم؟ هل عندكم تنسيقيات جهوية؟ عندكم نقابات تنضوية تحت النقاب؟ ايه اليوم انا نحكي باسمي وباسم جميع زملائي في تعليم الكبار، نناشد السلطات المسؤوله من المركز الوطني لتعليم الكبار، الحكومه، رئاسة الجمهورية، لأنه احنا بقائنا سيد الكريم في برنامج تعليم الكبار ليس من فراغ أو من يأس. احنا حبيناه البرنامج هذايا وتعاقدنا معاه منذ سنوات، مع كل تثمين لمجهودنا في الاحتفالات الرسمية ولا المناسبات وكل وعد بتسوية وضعيتنا كان يخلينا ويجدد لنا الأمل في احنا نواصلوا هالمسيرة هذه. وخاصة اليوم انه البرنامج قاعد ينفتح وقاعد يكبر، والبرنامج اليوم كما حكيت انا من بكري في تقديمي قلت انه البرنامج هذا ماشي نحو رقمنة الامية في تونس، باعتبار انه تعريف الامي تغير. اليوم نحكيو على الامية، مكافحة الامية الرقمية اليوم في تونس. تجاوزنا احنا سمحني سيدي الكريم مفهوم الامية الكلاسيكي. نعم.
لأنه اليوم خرجنا لاستراتيجية التعلم مدى الحياة، والتوجه اليوم أصبح حول محو الأمية الرقمية. تو كل دار نعرفوا اللي فيها هاتف ذكي، والتوجه الرقمي والمعلوماتي تو والتكنولوجيا حول رقمنة الإدارة، هكا ولا لا؟ نعم. ما تنجمش أنت تو تجيب دارس مثلا هو ما يفهمش في التكنولوجيا، ما يفهمش في استعمال هاتف الجوال، وتطلب منه تعميل استمارة ولا دفع فواتير بالهاتف الجوال ولا ترسيم أبنائه بالمدرسة. احنا نقوموا به الدور هذا. وخاصة اليوم زاد مدام سناء كانت تتفق معايا زاد حماية شريحة عمرية معينة من التحيل، لأنه اليوم اللي كنا نحميوه فيهم من التحيل متاع الإمضاءات وإلا متاع التصحيحات، يصحح في ورقة ما يعرفهاش ما ينجمش يقراها، لكن اليوم يلزمنا نحميوه من التحيل الإلكتروني في ظل اليوم المعاملات الإلكترونية والعقود الإلكترونية، وخاصة أنه ماشيين حتى في رقمنة الإدارة وكل المعاملات ومنها من جملتها حتى الشيك اللي باش يكون رقمي. اليوم تقريبا ضرورة انه نمشيو في مكافحة الأمية الرقمية. قلت انت لهناك هذا معناتها التحيل الرقمي، معناتها احنا شوف نحميو الدارس هذا بمختلف شرائحه من كل حاجة، من كل السلبيات، حتى نحميوه من العلاقات المؤذية في الشارع. انت تجيني انا ادوليسون في عمر 15 سنة ويتعلم عندي مهارة الخط أو العربي، أو يتعلم عندي مهارة صنع الحلويات. وعلى فكرة احنا رانا قاعدين نكونوا في رواحنا، رغم اللي الإدارة مشكورة قاعدة تكون فينا في مادة الإندراغوجيا، إلا احنا قاعدين نكونوا في رواحنا في مهارات باش نستبقيوها الدارس، لأنه الدارس راك ما تنجمش تشدوا كان بالأبجدة. احنا قاعدين نعملوا في حفلات، وقاعدين نعملوا في قاعدين نقدموا في جوائز، معناتها قاعدين نحاولوا نستقطبوها الدارس. ونحن ماذا بينا لفتة من الإدارة نتاعنا لحفظ كرامة المدرس، مراعاة لأعمارنا المهجورة 10 سنوات تويكا، إنهم يخزروا لنا معناتها لفتة كريمة، رد اعتبار كرد جميل لسنوات التعاقد اللي احنا معناتها عديناها معاهم. وحقيقة نخدمنا بكل قلب ورب، حاولنا ننجحوا البرنامج، حاولنا نعرفوا به، وصلنا حتى نوثقوا في أعمالنا. واليوم احنا ولينا ننظروا الى معناتها حاجه اخرى، ننظروا 10 سنين القدام. اكيد احنا كاساتذه متعاقدين ولينا نخموا في التقاعد نتاعنا. واكيد انتم تنجم تحدثني سيدي الكريم على الاقتصاد التضامني اللي يعتبر احد ادوات التنميه معناتها لنقل المواطن لمستوى معيشي افضل في ظل غياب وتهميش العنصر البشري اللي هو المدرس. نعم واضح لسنة ان شاء الله. زي مدينة فرين، ثم احنا لو عندنا امل كبير، خاصة قلت لك بعد استبشرنا خيرا بالبلاغ الحكومي، وعندنا امل كبير في اراده رئاسة الجمهورية للنهوض بالتعلم والتعليم والقضاء على التشغيل الهش ان شاء الله، خاصة انه رئيس الحكومة الحالي على علم سيدي كمال المدوري، لانه كان وزير الشؤون الاجتماعية وعلى علم به ملفنا. نعم، وان شاء الله زاد نستبشروا زاد خير اليوم في تركيبة حكومية جديدة، في وزير شؤون اجتماعية جديدة، وخاصة كما قلت انت انه رئيس الحكومة اليوم هو ولد وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى دراية كاملة بالملف هذا. ان شاء الله يكون صوتكم وصل ساعة قبل كل شيء. عبر هذه المصافحة انا بدي نوصل صوتي لسيادة وزير الشؤون الاجتماعية لكل معناتها الإطارات بالمركز الوطني لتعليم الكبار، ونيتي ان شاء الله انه تكون هالمداخلة هذه مداخلة خير علينا وعليه وعلى جميع زملائي، ان شاء الله يا رب تتساوى وضعيتنا بكل خير. ان شاء الله نعاودوا ناخذوكم بجديد، ان شاء الله نعاودوا ناخذوكم وانتم في اطار تسوية الوضعية او في بصدد تسوية الوضعية نتاعكم، ان شاء الله نعاودوا ناخذوكم في وضعية احسن من هكا برشا. شكرا لك سناء الشابي، وشكرا لكل اساتذة التعليم الكبار للدور اللي قاعدين يقوموا به اليوم رغم الظروف هذه الكل. شكرا لكم انتم اللي سمعتونا حتى العشرة متاع الصباح. شكرا لليكيب تكنيك الكل بقيادة علي المديني في الاخراج والاخراج الرقمي. شكرا نزيه نصري من قسم الاخبار، ونهيم بكار في الاعداد. هذا محمد الهيشري من قالوا كان يحييكم، ونلتقي غدوه ان شاء الله في كابوتشينو بوجه جديد وضيوف جدد وفقرات العاده اللي تعودتوا بهم، واخر الاكتواليتي في الصحافه المكتوبه والمرئيه تلقاهم على الكابوتشينو. بقيه فقراتنا تلقاوهم على الباج فيسبوك راديو كاب اف ام. تنجموا ايضا تتواصلوا معنا على 31 379 566 سينو 31 379 567
هذا هذه ارقام الهاتف اللي حطيناها على ذمتكم لمشاغلكم. شكرا لكم على الاستماع. نتلاقاو ان شاء الله احنا غدوه محضرين لكم كالعاده بوان شو اسخن من اللي يقبلها. وعلي المديري اكيد محضر لنا بلاي ليست مزيانه برشا. هو يقول لي لا ما فماش غيرك، كان انت معايا في الماتينال وانت مش تحضر لنا بلاي ليست سمحه برشا. وان شاء الله غدوه ان شاء الله ديما نعطيكم بشائر الصباح الاولى تسمعوها من عندنا في الكابوتشينو.